ياخدها باي حاجه، المهم ان هو ياخدها. والديون اللي علينا دي احنا هنفضل نسد فيها لغايه سنه 2080 تكون انت حضرتك مت سعادتك، يعني عيالي وعيال عيالي هيفضلوا يسدوا. ما انت اخرك برضه 70 سنه وهتروح عند اللي خلق انا وخلقك يعني، فانت هتسيبنا في ديوننا ليه؟ احنا ما عملنالكش يا عم، احنا ما ظلمناكش يا عم، احنا جبناك وقعدناك على الكرسي بالشياكه. وثقنا فيك، انت جيت قلت لنا كلمتين قعدناك على الكرسي بالشياكه. امشي بالشياكه. طيب انا مش فاهم انت عامل مشاكل معانا ليه؟ انت معترض ليه على كل حاجه؟ وايه حكايه كل ما تتكلم تقول انا مش هتكلم ايه؟ انا اي حاجه بفلوس، انا ما عنديش حاجه ببلاش. انت مش هتدفع لي حاجه من جيبك يا عم، وانت بتدفع لي حاجه من جيبك؟ ما بتدفعليش حاجه من جيبك اصلا، ده مالي وانت حارس عليه، دي مش فلوسك. انا اديتك شويه حاجات، شويه منشآت، شويه مؤسسات انت تبقى ريس عليها وعلى البلد دي، عشان انا اكل واشرب انا وعيالي والناس اللي معايا. امين؟ انت جيت خدتها ليك لوحدك انت والشويه اللي حواليك، والشويه اللي حواليك بيرازونا في اكل عيشنا كمان. وبما يرضي الله بقى، انا نزلت عشان الثوره تقوم وما كنتش عايز حسني، عشان حسني خلانا جهله في الفتره الاخيره، كان نايم وسوزان وجمال ابنه اللي حاكمينها. ده حقيقه، كلام ما فيهوش كلام تاني. انا بقى اسال سعادتك، احنا جبناك عشان تكمل نفس المسيره، بس احنا مش هنذكر اهالي حد عشان احنا ناس محترمه ومش هنتكلم في حاجه، بس اللي انا عايز اقول لك احنا جايبينك عشان تحل حلول قديمه، احنا جبناك وقعدناك على الكرسي بالشياكه ورفعناك على كتافنا وعلى دماغنا.